السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ما تنسوش دعواتكم لأولادنا يا رب، ربنا يوفقهم في الامتحانات بإذن الله يا رب العالمين، ويجعل الصعب في وشهم سهل بإذن الله، وربنا ييسر لهم الأمور وتفرح بيهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كان عرض جبنة دي 3 موزاريلا وميكس جبن وجبنه شيدر مطبوخه تمام. كانوا مع بعض وكان جاي معاهم لفه جلاش، وقلنا نعملوها مع ميكس الجبن ده كله. حطيناه وحطينا فلفل، يعني دهنت الصينيه، سيحت سمنه وزيت دهنت الصينيه من تحت، وبعد كده طبقات من الجلاش، نص لفه الجلاش من فوق ونص لفه الجلاش من تحت، وفي النص الحشو ايا كان الحشو اللي انت عايزينه. عندك بواقي فراخ حطي، عندك بواقي اي حاجه حطيها تمام. وقطعتها وحطيت برضو جبن من فوق تمام كده. وبعد كده زقتها بشويه شوربه. انا ما كانش عندي بيض خالص اليوم ده، فخلاص يعني الموجود يسد تمام. بس ما كتروش السمنه قوي وانتوا بتحطوا، لان طلعت دسمه جدا جدا عشان الجبنه فيها دسمه اساسا تمام. حطيت بصي شويه مرقه عندك، كنت بتعملي مثلا شوربه فراخ وشلتيها معاكي، سيحيها وحطيها، يعني سخنيها على النار كده ودفيها وحطيها ايا كان. والله طلعت زي العسل ولا بيض ولا اي حاجه. بس ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. واحنا 5 افراد تقريبا في البيت، والله كفت ووفت ومحدش كل حاجه تاني، انها تقيله تقيله جدا تقيله جدا فعلا حرفيا. بصوا بسم الله ما شاء الله، طلعت محمره من فوق ومن تحت كده تحفه. وحطيت رشه زعتر في النص، نسيت رشه زعتر في النص، بتنقلها في حته تانية. وحطوا كده شويه ملح صغيرين تمام كده. اترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.